السلام عليكم، كيفكم؟ جمعة مباركة إن شاء الله عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله بدنا نطبخ خضرة. تمام. أول إشي بدنا زيت وبصلة، بنضيف الدجاج، بدنا نحط ورق غار، ملح، كزبرة، فلفل أسود، هيل مطحون، معلقة قرفة صغيرة، بهار الخضرة. تمام. هسا بدنا نضلنا نقلب فيهم لحتى الدجاج ياخذ نكهة البهارات، بعدين بنضيف مي. هسه هيك بعد ربع ساعة بعد ما خليت الدجاج أخذ من كل البهارات، راح أضيف المي وأغطي عليه. بس على ما يستوي الدجاج بدنا نفرم البصل والثومة. هسه هون أنا طبعا بدي أعمل رز 7 كاسات، فأنا هون مستخدمة 5 روس بصل، 3 سنان ثومة، 3 روس عفوا ثومة. هسه هي الكمية مش كبيرة، ممكن تشوفيها كبيرة مش كبيرة. هسه في ناس بتحب تعمل البصل جنحان وتخلي الثومة هيك زي ما هي. أنا بصراحة ما بحب، أنا بحب أفرمهم وأعملهم مع الحمص. وبرجع بحكي لكم الكمية مش كبيرة لأنه 7 كاسات رز. تمام. لما نخلطهم مع هاي الخلطة بيطلع يعني الطعم متوازن. هسه شوفوا بنات، هيك طبعا بدها تكون الفرمة. تمام. هسه بدنا نعملهم، راح أفرجيكم شو بدي أحط عليهم. هسه شوفوا بنات، في طبعا خايفين انهم يفرموها على المفرمة، بيحكوا لي انها بتمرمر معهم. لا، ما راح تمرمر معك. ليش؟ لانه على طول اول ما تفرميها بتحطي زيت وتنزليها على الزيت، ولما تبهريها ما راح يصير، ما راح يطلع معك مرار فيها. تمام. هسه طبعا بدي اتركهم لحتى الثومة والبصل يتذبلوا شوي، بعدين بدي احط عليهم الحمص. هسه شوفوا بنات، لما يهمد البصل هيك شوي بدي احط عليه ملح وكزبرة وفلفل اسود ومعلقة كاري وبهار الخضرة يعني. هسا شوفوا بدي اتركهم هذول مع البصل، وراح اقلب البصل. اخر اشي بحط الحمص. تمام. هسا بدي اتركهم هذول يتذبلوا شوي كمان، وبس احط الحمص بفرجيكم. مي ما تضيفي، لا ما تضيفي مي، لانه طلعي كيف البصل هو بصير اصلا ينزل من ميته. لا تضيفي مي، اذا بدك تضيفي بس تحطي الحمص بتضيفي شوربة دجاج مش مي. هسه شوفوا بنات، بعد هيك ما ذبلت البصل والثومة راح اضيف لي الحمص عفوا. هسه شوفوا الحمص انا راح استخدم هون نص كيلو. تمام. هسه بنات شوفوا، بعد ما اضيف الحمص تمام انا ما برجع بحط بهار لاني حطيت على البصل، بس راح ازيد عليهم قدر زبدية من بهار عفوا من مرقة الدجاج. تمام. هسه شوفوا هيك بدي اخليها تغلى غلوة واحدة وبدي اطفي تحتها. ولما هسه بدي اجي انا احط الرز، راح احط هاي الخلطة في طنجرة اكبر، وبس احط الرز بضيف شوية مي بس على غمرته. هسه شوفوا بدي اعطيكم خلطة هاي عشان تخلوا فيها الدجاج اذكى من الخلطات الجاهزة. بدي كاستين طحين، بدي اضيف عليهم 4 نشا، يعني كل كاسة بدها معلقتين. تمام. بس اضيف النشا راح احط 2 بيكنج باودر اللي هو معلقتين يعني. هسه شوفوا بدنا نيجي للبهارات. البهارات بدنا ملح وكزبرة وفلفل اسود ومعلقة ماجي وزنجبيل مطحون وحامض ليمون، ثوم بودرة، بصل بودرة، ومعلقتين كبار من بهار الدجاج. تمام. هسه بس نضيف البهارات بدنا نخلطهم بالطحين والنشا. استني شوي وعبينا الدنيا مش مشكلة. وهسه بدنا نيجي للرز. هيك الرز بعد ما انا نقعته نص ساعة بدي احط عليه معلقة قرفة وبهار الخضرة وشوية كركم ومعلقة كاري. تمام. هسه بدي اخلط الرز واحطه على الخلطة. هسه هيك بعد ما خلطت هسه بدي ازيد الشوربة بسم الله على غمرة الرز. تمام. بس تستوي راح افرجيكم الشكل النهائي. هسه على ما يستوي الرز بدنا نخلي الدجاج. وهيك بتكون خلصت طبختنا لليوم. اعطوني رايكم بالتعليقات. تمام. اليوم بدي اشوف، اعطوني رايكم في التعليقات شو رايكم. هيك الشكل النهائي. طبعا انا بحب اكلها مع خيار بلبن، انتوا حرين تقدروا انكم تحطوا اللي بدكم اياه. لا تنسوني من الاشتراك واللايك والتعليق. الله يسعدكم.